اهلا بيكم من جديد. تحياتي ليكم من امريكا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وايام سعيده عليكم جميعا. بشكر كل الناس اللي متابعانا على القناه، واتمنى ان انتوا دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. وبشكر كل الناس اللي سالت عليا الفتره اللي فاتت والناس اللي بعت تطمن عليا. النهارده عايزين نعمل فيديو جديد حلو وشيق، يعجبكم. اتمنى يكون عند حسن ظنكم. النهارده هنتكلم في عجالة كده، أعرف نفسي أكتر ليكم، لأن في ناس كتير جدا تعرف بس اسمي الأول وما تعرفش أي حاجة عني. هنتكلم كتير النهارده عن إزاي جيت أمريكا، وإيه الرحلة من مصر لأمريكا جت إزاي، وإيه الفكرة. ولعل وعسى يكون واحد يستفاد من الرحلة ديت، أو ياخد فكرة، أو تكون ملهمة بالنسبة للناس. تحياتي. أنا من أسرة متوسطة من الشرقية. الأول الناس كتير جدا متعرفش أنا اسمي إيه. أنا اسمي سيد عزت. أصلا من أسرة متوسطة من الشرقية. عشت في الشرقية حياتي، معظم حياتي كلها، وبعدين لما اتنقلت للقاهرة علشان أستقر وأبقى عندي طموح وكده. كنت بدور على شغل في المجال اللي بفهم فيه، كان مجال السياحة. فاشتغلت في اوتيل اسمه ماريوت، والفندق ده في القاهرة. الفندق ممتاز وجميل وفايف ستارز وقيم جدا. كان اقصى طموحي بالنسبة لي ان انا اشتغل في المكان ده. واشتغلت في الفندق ده وربنا كرمني بيه. دخلي كان معقول وكويس، وكنت فرحان بالبينيفيتس اللي بيدوها لي وكل حاجة. مع اول يوم دخلت فيه الفندق ده، شفت الناس الفندق، او قالوا لي في الميتنج اول يوم، قالوا لي في الميتنج ان في برنامج بيقدموه في الفندق. سنويا بيختاروا 10 اشخاص يسافروا امريكا، يتدربوا لمدة سنة، وبعد كده يجوا تاني ويتدربوا في فنادق ماريوت برضه. فبالتالي كان الموضوع يعني ازاي انا ما بقاش زيهم يعني. فسافرت. فانا فكرت قبل ما، يعني فكرت ازاي اسافر. فلقيت ان في شروط معاقه الموضوع ده بالنسبه لي. كان لازم اقعد كذا سنه شغال الاول عشان ابقى مؤهل يعني كان في شروط حاطينها في الفندق يعني. وبعدين بعد ما انطبقت عليا الشروط، البرنامج اتلغى. وكان الموضوع صعب جدا ان أنا اسافر في الوقت ده. اصبحت مش عارف اعمل ايه. سالت، فعرفت انك اصلا البرنامج ده ممكن تقدم عليه لوحدك، مش محتاج ان الفندق اللي يقدم لك. والفندق كان بيقدم لك، وانت بتقوم بالانترفيوز كله، كل المقابلات او الانترفيو اللي بتعمله من خلال الفندق. بس انت لازم تعمله. طبعا هنتكلم بالتفصيل ايه هو الامتحانات اللي كنت بتعملها مع فين وازاي. لكن دلوقتي بعرف الناس انا كنت بشتغل في المكان الفلاني، وكان دخلي كذا، وكنت اقصى طموحي. بس فكرت دايما ان انا اطور من نفسي. ولو في حد عايز يعرف انا سافرت ازاي، او ايه البرنامج، وهل ممكن يقدم ولا مش ممكن، وايه الويب سايتس، وايه بيتكلف كام، وتفاصيل كتير قوي ممكن نتكلم فيها باستفاضة. بس يكتب لي في الكومنتس ايه اللي محتاج تسأل عنه، او إيه اللي ممكن نعمل عنه الحلقة اللي جاية. انا سافرت اول مرة كان 2010. للأسف سافرت قبل الثورة بكذا شهر. وبعدين طبعا قدمت لوحدي من خلال الويب سايت، وبعتولي، وعملت انترفيو وخلصت ورقي وسافرت. ده كان 2010. قعدت لمدة سنة ورجعت 2011. فكان في الثورة. في فترة الثورة دي كنت أنا موجود فيها في أمريكا. وده كان يعني من أصعب الحاجات اللي بتمر على المغترب، إن هو يشوف مشاكل في أسرته أو في أهله أو في بلده، وهو مش موجود في مصر. كان الموضوع صعب عليا جدا صراحة. انا سافرت امريكا مره، سنه واحده، ورجعت تاني 2010 2011. وبعد كده قعدت في مصر من 2011 ل 2014 الفتره دي. واخر 2014 سافرت تاني امريكا. الفتره ديت كانت الفتره الثوره التانية. كنت حضرت انا الثوره التانية اللي هي كانت بتاعت يونيو. يعني كانت برضو صعوبة في التنفس في البلد، لأن كان قايمين من ثورة، وما كانش فيه سياحة، والشغل في الماريوت كان تعبان فما كانش كمجال اللي بفهم فيه يعني. فكان صعب عليا. أنا أول ولاية سافرت فيها أمريكا كانت لويزيانا. لويزيانا بتعتبر ولاية في الجنوب قوي، وفقيرة إلى حد ما.
طبعا انا خبرتي بالنسبه لي للسفر لامريكا كان بيعتبر زيرو. فكان لما صحابي يقولوا لي، لما اسال صحابي اللي سافروا قبل كده، طبعا من خلال الفندق كان في صحاب كتير قوي اللي سافروا قبل كده، كنت اسالهم هو انتوا سافرتوا فين، هو ايه الولايه، طب اوافق ولا ما اوافقش، طب ينفع ولا ما ينفعش، قالوا لي سافر كلها امريكا. وده الكلام ده مش حقيقي. كل ولايه تعتبر دوله مستقله، فيها الحلو وفيها الوحش، وما نقدرش نقول نعمم كل ده يبقى امريكا، لا. الناس اللي فاهمه ان امريكا كلها واحد، او اللي في الجنوب زي اللي في الشمال، او اللي في الشرق زي اللي في الغرب، غلط، ده مش صح. انا سافرت لما اول ما رحت لويزيانا، واتنقلت من لويزيانا رحت الاباما، او كانت الاسوأ. يعني كانت ولاية بالنسبة لي سيئة، ورحت الاسوأ. وبعدين نزلت مصر، خلصت السنة بتاعتي قبلها بفترة عشان الورق يبقى سليم، مبقاش في عندي مشاكل قانونية، كان لازم ابقى ملتزم. وسافرت مصر. لما سافرت مصر، لما رجعت تاني رجعت على كاليفورنيا، انا رحت كده 3 ولايات. وحاليا دلوقتي في تكساس، فبعتبر 4 ولايات. لما جيت اسافر من مصر لامريكا، طبعا يعني الاغلبيه العظمى لو خدتها طياره واحده من مصر، الطياره بتبقى صعبه يعني، او مش صعبه، هي بتبقى بتاخد مصر الطيران، وتطلع اول رحله بالنسبه لي، خدت مصر الطيران وطلعت من مصر على نيويورك مباشره، رحله واحده. ودي كانت حوالي 13 ساعه. وبعدين من نيويورك، اللي هو خط الطيران الداخلي الامريكي، للولايه اللي انا رايح. ودايما دايما امريكا كلها بصفه عامه بيشغلوا الطيران الداخلي بتاعهم. يعني بتاخد طياره من بلدك او من اي دوله تانية، من اوروبا زي مثلا، ومن هناك بتيجي على مدخل امريكا. بعض الولايات زي بيعتبر البوردر بتاع امريكا، يعني نيويورك، اتلانتا، لوس انجلوس كده يعني. وبعد كده بتاخد ترانزيت، فبيشغلوا الطيران الداخلي بتاع الطيران الداخلي الامريكي. خبرتي في الترانزيت لما جيت اسافر، طبعا انا سافرت رايح جاي، دي كانت اول مره. لكن الاول مره دي كانت بالنسبه لي عايز اروح امريكا وخلاص دايركتلي، عشان مش عايز اتوه، لاني الانجليش كان على قدي ومش فاهم ومش عارف ازاي. لكن من بعد ما جيت بدات اسافر كتير، رايح جاي كتير، تقريبا كل سنه او يمكن اقل من كده. الترانزيت ده فن لوحده، انك تبقى عارفه هتحجز تذكره امتى، فين، او المقعد يعني فين في الطياره، فهتخرجي امتى، وهتقعدي في المطار قد ايه، والمسافه اللي في المطار ما بين الكونكشن او الطياره دي والطياره ديت كساعه واحده، هل تكفي ولا ما تكفيش. هي صراحه فن. الاول لازم الواحد يكون عنده خلفيه ان المطار قد ايه اللي هو رايحه. لو سي مثلا رايح اسطنبول، وده افضل طيران انا بحبه، الطيران التركي. وده مش دعايه، بس انا فعلا بحب الطيران التركي. لكن في الحقيقه المطار كبير، فبالتالي علشان اخرج من الطياره بتاعتي واروح الترانزيت، فلازم ابقى عارف الوقت قد ايه، يكون عندي وقت كافي. ولو انا جديد في المكان، لا، ساعه واحده ما تكفيش، ساعتين ما تكفيش. وبعدين ما ننساش انك كل ما تنزل ترانزيت، افضل حاجه تعملها يعني افضل حاجه تعملها تاخد وقت كافي، لان في تفتيش تاني، زي التفتيش اللي في مصر او زي التفتيش في امريكا، اللي هي بيقولوا عليها السكيورتي جيت او السكيورتي اريا. بتتفتش تاني وتروح تاني على الجيت بتاعتك وعشان تعرف الجيت ممكن يكون تركب قطر داخلي او حاجه، فالموضوع مش سهل. فلازم يكون عندك وقت كافي. اه، انا بت مرتين. اول مره وانا جاي هنا امريكا، دي السفريه التانية بالنسبه لي، فكنت عايز اشوف يعني تذكره رخيصه، فركبت الاماراتيه. لا، مش الاماراتيه، ركبت القطريه. الطيران القطري حلو ونضيف كل حاجه. فنزلت في قطر، وكنتش طبعا دارس التذكره كويس. ففاجئت ان بعد ما وصلت هناك، فوجئت ان في 12 ساعه ترانزيت. فنمت في المطار، نمت على كرسي كده عامل كده طول الوقت، لحد لما عدوا ال 12 ساعة. دي كانت أول مرة. المرة التانية دي بقى كانت غلطة من عندهم هم. أنا كنت طالع من مصر على الكندية، الطيران الكندي، ونزلت في كندا. وبعدين بعد ما نزلت في كندا، الكونكشن ما بين الطيارتين كانش نفس الطيران. وده طبعا فن جامد جدا، انك تبقى عارف ان الطياره مثلا لو هتركب الكنديه، يبقى اللي هتركبها التانية اللي بعدها الكنديه، عشان لو دي اتاخرت التانية تاخدك، او دي تنتظر دي، او يبقى هم مسؤولين عن التاخير.
لكن لو واحده اتاخرت التانيه مشيت بامرها يعني بالامر الطبيعي، يعني هتمشي لانها مش ملتزمه ان هي تنتظرك، فبالتالي هتمشي. فدي الاولانيه ديت هتحجز لك اوتيل او هتبقى مسؤوله عن تاخيرها لو هما الاتنين كونكت مع بعض. لو مش كونكت كل واحده هترمي على التانيه، دي مشيت بدري دي مش متاخر كده. رحت كندا واتاخرت على الطياره، وبعدين كندا تعتبر من البوردر لامريكا، فبالتالي في ايميجريشن هناك، بتاخد شنطك كلها بالكامل وتعدي على الايميجريشن وعلى الكاستم اللي هو الجمارك، وبعد ما تعدي عليهم بتاخد وقت شويه في المطار، فالموضوع مش سهل. انت لازم تبقى عارف النقطه دي. في مداخل لامريكا لو انت هتاخد ترانزيت داخلي فتستلم شنطك كلها وبعدين تبعتها تاني على الطيران. في بعض المطارات ما بتستلمش الشنط كلها، تستلم بس الشنطه بتاعتك بس وتتفتش وتعدي تاني. بس لازم تعدي على الايه، الضابط بتاع الاميجريشن وتقول له. لما رحت كندا اشتكيت والطياره فاتتني، فادوني اوتيل بت فيه الليله دي، وللاسف ما ادروش تذكره تانية لان هي كانت شركه تانية خالص. ورحت الاوتيل داخل كندا وبت فيه بزائد الفطار، وقمت تاني يوم خدت طياره على حسابي ورجعت تاني على كاليفورنيا. يعني غلو التذكره ده بيرجع للكواليتي بتاع الطيران او الخدمه اللي بتقدمها لك. انا عن نفسي انا بحب الطيران الحقيقه التركي، لكن بكره المطارات التركيه. يعني في تركيا المطارات كلها يعني عندهم قله ذوق زياده عن اللزوم، عندهم جليطه في الحوار زياده عن اللزوم، غير ان هو ما بيعرفش يتكلم انجليزي، وتقريبا بيعاملوا العرب والمصريين بشكل عنصري. ده في تركيا. لكن سعر الطيران والخدمه اللي على الطياره فول بورد ممتازه، ممتازه مفيش فيها نقاش. معظم الطيران التاني بيبقى بيرجع للخدمه اللي بيقدمها لك. لو الخدمه كويسه بتبقى سعرها كويس. وفي طبعا اللي بيبقى طبعا ده بيرجع كمان للطياره بتشيل قد ايه، والمساحات والمسافه قد ايه، والكواليتي بتاع الطياره. ف وبعدين ديت دوله بتعمل بالنسبه للطيران المصري انا عارف ان هو غالي، والناس كلها عارفه ان هو الطيران غالي. الحقيقه التذكره بتاعته غاليه وزياده عن اللزوم. الا اذا كان في منظومه ممكن تتعمل يقدروا يخفضوا بقى اسعار الطيران، مش عارف، بس فعلا غالي. عمال اقارن ما بين ان انت تدفع مثلا اوقات كتير قوي على التركية ممكن تدفع $900 او $800 او $1000 رايح جاي من امريكا لمصر، زائد الداخلي كمان، وشنطتين كبار وشنطة في ايدك وشنطة على ظهرك، كل ده فور فري. فيعني برضو يعني صعب انه لما يكون بيشتغلوا كتير بتهيألي التذاكر تبقى اقل. مش عارف، يعني انا شايف ان التركية افضل وارخص طيران ممكن تركبه ونضيفة بصراحة. اول ما نزلت اول ما نزلت امريكا اول مرة خالص كانت اللغة عندي ضايعة، ونزلت في لوزيانا. هو بس عشان انا كنت يعني عندي سبيشال كيس، وكان عندي فيزا، وكان عندي كونتراكت، وكان عندي اوتيل تاني كان منتظرني، او شغلي كان منتظرني، فكان في ناس بتيجي تاخدني من المطار. لو انت جاي هجرة او حاجة لا، مش هيحصل. ما اعتقدش ان هتلاقي كل رفاهية عربية وسكن والكلام ده كله. لكن لو رتبت نفسك كويس قبل ما تيجي ممكن. ليه لا؟ يعني زي مثلا لو انت جاي على اصدقاء، فور شور ياخدوك من المطار، او لازم تكون دارس الدنيا ماشيه ازاي. هتاخد اوبر من المطار، دايما اوبر على مستوى العالم كله موجود، تاخد اوبر من المطار تبقى عارف انت رايح فين. لو انت مهاجر ده موضوع مختلف تماما، انت جاي عشان تعيش، فانت لازم تكون منسق نفسك ومنسق حياتك. قلت مليون مره للناس اللي جايه هجره، حط لنفسك بلان من قبل ما ترمي ورقك. بدل انت اتقبلت في الهجره العشوائيه او ايا كان، هي لم شمل ولا حاجه، وهجاي امريكا، يبقى تواصل مع ناس، حتى لو مش شرط يكون اصدقائك او يكونوا مع قرايبك ومعارفك. لا، انت خش على الفيسبوك وتعرف على ناس وتكلم مع ناس. طب انهي ولايه افضل؟ طب الجروب ده في ولايه كاليفورنيا، طب الجروب ده في تكساس. طب ايه اللي عندكم حلو، ايه اللي عندكم وحش؟ وبعدين تبقى عارف هتنزل من المطار. حد لو حكيت مع حد في 5 دقايق على الفيسبوك او على الانستجرام، هيقولوا لك انت تنزل المطار بعد المطار عن الداون تاون بكذا، هتنزل كذا، تعمل كذا.
طيب ممكن الاقي سكن فين؟ ده انت لو دخلت على الفيسبوك ماركت ممكن تتأجر سكن وانت في بلد تاني. يعني ممكن، انا هقول لك اللي حصل معايا لما اتنقلت من الولايه بتاعتي اللي هنا. انا ما كنتش اعرف حد هنا في الولايه دي. كنت متعرف على واحد صديق ليا اونلاين، ما اعرفوش، عمره ما قابلته، سوري، وراجل محترم واخلاق، شرح لي الدنيا تمام تمام. جيت حطيت حاجتي في عربيتي وجيت. قبل ما اجي كنت متواصل على الفيسبوك ماركت بواحد اتأجر عنده سكن. طبعا سقت يومين او يوم ونص، وما جيت هنا الساعه 11 بالليل، بخبط على الباب، الراجل ما كانش مصدق. والاوضه اللي انت كلمتني عنها مش عارف ايه وكده، حاجتي في عربيتي. قال لي اوكي، دفعت الفلوس، دخلت حطيت حاجتي وقعدت. فالموضوع مش يعني صعب يعني. فور شور هيلاقي اي واحد هيجي جديد هيلاقي الدنيا ملخبطه معاه وحاسس ان هو لايص وصعب عليه والدنيا مش تمام، لكن واحده بواحده والدنيا تتدبر. لو انا مسافر وعايز انظم حياتي ومحتاج فلوس، طبعا محتاج فلوس معايا، محتاج فلوس ومحتاج فلوس كويسه كمان. يا جماعه، الناس اللي بتيجي جديد امريكا مش جايين يقطفوا فلوس من على الشجر، جايين يشتغلوا. فعشان تعمل فلوس لازم يكون معاك حاجة تقف عليها، بس تقف شوية. يعني محتاج اوتيل صغير، غرفة في أوضة، لو انت مسافر لوحدك سنجل لوحدك، ده افضل شيء يعني. في اللي انا بقى دايما ارشحه، سافر لوحدك، نظم حياتك، وبعدين هات اللي انت عايز تجيبه، هتكون انت فهمت الدنيا ماشية ازاي. محتاج مثلا على الاقل خالص، في الميت خالص، 5 6 آلاف دولار في جيبك، او عندك حساب في البنك فيه 5 6 آلاف دولار. ده في الميت يعني. انا عارف ان سعر الدولار مختلف عن الناس، خاصة مصر، والدولار غالي والدنيا كده، بس انت جاي عشان تبني حياة هنا، ما تجيش تلوص هنا. ترتيب الشنط وايه اللي مسموح بيه مش ايه اللي مسموح بيه، ده موضوع كبير الصراحة يعني. موضوع مستاهل حلقة لوحده او يستاهل حوار لوحده. لكن هقول لكم في عجالة كده، اقول لكم قصة حصلت معايا في المطار. والموضوع كان يعني صراحة يعني حطني في مشكلة كبيرة جدا. انا طبعا تجهيز الشنط الاول عشان تبقى عارف، لازم تبص للتذكره بتاعتك وتشوف ايه المسموح لك. تشيك ان، يعني اللي هيخش داخل الطياره كام شنطه، واللي هتمسكه معاك كام شنطه، وحجمهم قد ايه، وزنهم قد ايه. الاغلبيه العظمى بيبقى وزن الشنط 23 كيلو، او في يعني 50 باوند. 23 كيلو او 50 باوند. دول الشنطتين بيبقوا دايما لما يكون انترناشونال بيكون في شنطتين. الاغلبيه يعني، الا اذا كان في شركات زي الاماراتيه او كده بيخلي شنطه واحده، لكن الاغلبيه شنطتين 50 باوند او 23 كيلو، وواحده في ايدك حوالي 10 باوند او 8 كيلو، حاجه بالتقريب كده. آه في ناس بتحط باك شنطه للظهر، وديت برضو بستعملها برضو. والستات طبعا بيبقى معاها اللي هي الشنطه بتاعتها او البيرس بتاعتها. طيب لو احنا قلنا ايه اللي مسموح في المطارات، كل تقريبا في مطار امريكا بالاخص، عشان لما تيجي امريكا تبقى عارف اللي مسموح بيه واللي مش مسموح بيه. اولا كميات الكولون والبرفانات والحاجات دي اللي في شنطه الايد لازم تكون كميات محدوده. عشان كده في عبوات بتتباع في المحلات، يبقى لها عبوه كده فيها كميه حجمها صغير، مش نفس حجم الكميه الكبيره اللي هي بتشتريها يعني. معجون الاسنان برضو، والحاجات كل الملتزمات او الحاجات اللي ممكن بتحتاجها في يومك، بتحطها بس في عبوات صغيرة. لو عندك حاجة كبيرة بتحطها في الشنط الكبيرة. طيب إيه في مثلا الحبوب ممنوعة، اللحوم ممنوعة، الأكل ممنوع، مية لو تاخدها مع الطيارة وتدخل بيها المطار ممنوعة. آه آه أي حاجة فيها بذر أو كده ممنوعة. زرع والحاجات دي كلها، البذور ممنوعة. آم، حاجات كتير من ضمنها كده. أدوية ممنوع إلا إذا كان معاك بريسكريبشن أو معاك روشتة بيها إثبات. الفلوس ممنوع منعا باتا. وأنا بقول للناس ممنوع إنك تشيل أكتر من 10 آلاف دولار كاش معاك بدولار واحد. هتبقى مشكلة، ومشكلة كبيرة في المطار. انت لما بتقعدي او انت لما بتقعد في الطيارة ويبقى معاك، بيدولك ورقة كده بتكتب فيها كل الحاجات دي، معاك كذا نو، معاك كذا نو 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 نو، وبتمضي عليها في الاخر وتسلمها للكاستم. فالكاستم دوت اللي هو الجمارك يعني بياخدها ويحطها، ما بيبصوش حتى فيها. لو مشتبهين فيك بيوقفوك ويفتحوا شنطك ويفتشوها. المشكله اللي حصلت معايا انا بقى، انا كنت جاي هنا وتقريبا كنت لوس انجلوس على ما اعتقد يعني، او اعتقد لوس انجلوس يعني. وبعدين انا الحقيقه كنت عندي صداع وتعبان جدا من ريحه طيران طويله قوي.
وبعدين نزلت المطار، كنت جايب هدايا لناس صحابي معايا، وهدايا كانت يعني عبارة عن ايه، عبارة عن شيشة، وعبارة عن فحم، وعبارة عن المعسل بتاعهم والفليفرز والحاجات دي كلها عندنا في مصر رخيصة وشكلها حلو، وكانت هدية حلوة لاصحابي. فالهدية ديت صحابي كانوا طلبوها مني، دايما لما بنسافر بنجيب هدايا لاصحابنا يعني. فالمهم رحت اشتريتها من خان الخليلي، وحطيتها في الشنط، بس كانت قابلة للكسر. اول ما نزلت المطار لميت شنطي من على السير، وحبيت اطمن ان هي اتكسرت ولا لا. فتحتهم واطمنت عليهم، ورحت قافل ومشيت. وانا ماشي لقيت ظابط، لميت الشنط ومشيت، قابلتني ظابط اعتقد يعني من اصل اسيوي، وراحت موقفاني، وحاسس كده ان هي موقفاني كانها عارفاني. حطت الشنط على جنب وقالت لي ممكن بس نبص على الشنط، قلت لها اوكي نو بروبلم، ما عنديش مشكله، مش عارف ايه. فسالتني كام سؤال، والاسئله دي دايما تسال لاي حد: الحاجات اللي في الشنط دي بتاعتك؟ اه بتاعتي. انت اللي مرتبها بنفسك؟ اه اللي مرتبها بنفسي. اوكي. بدات تشتغل على هذا الاساس، فتحت الشنط بالراحه وقعدت تطلع كل حاجه على جنب، وراحت مطلعه الشيشه، وطلعت معسل، وطلعت فحم وحاجات كده. وانا قلت خلاص دي الحاجات ديت هتتاخد مني وهيرموها وعملوا مشكله. المهم بعد ما خلصت، انا مش عارف ايه الصح وايه الغلط، وهي كمان معلوماتها قليله، مش عارفه اذا كان ممكن تسمع بيهم ولا لا. راحت ندهت على واحد تاني، السوبرفايزر التاني ده جه، وبعدين قال لها هنعمل له، طبعا فهمت بعدين هنعمل له وورنينج، هنعمل له مخالفه وكده يعني. فبدأ يكتب، وراحت هي لمت كل حاجه بتاعتي حطها في الشنطه تاني واديتها لي. فانا ما فهمتش حاجه، لسه بكلمه واقول له يا ام سوري help me out is something wrong، وبكلمه كده قال لي بالعربي كده، قال لي يا استاذ ممنوع. ممنوع ايه؟ قال لي ممنوع يا استاذ. طلع الاخ ضابط في المطار ومصري، وراجل كبير كده بنضاره كده منزلها، هو السوبرفايزر اللي موجود هناك. وايه هو بقى الممنوع؟ الممنوع ده كانت مرقه دجاج، كنت شاريها بجنيه علبه كده عشان خاطر اعمل شوربه هنا في امريكا زي اللي بشربها في مصر، وعايز الفليفرز يعني. فاشتريتها من السوبر ماركت بجنيه مصري، وقال لي ديت ممنوعه، وساب كل ده وقال لي ديت ممنوعه. وراح قال لي ايه، انت تتغرم دلوقتي $250، وتاني مره يبقى $500. فاسكت، قلت له اعمل اللي انت عايزه يعني وات ايفر يو وان. فبدأ يكتب يكتب يكتب، وطلع الراجل برضو بعد يعني جليطته معايا وقلة ذوقه، في الاخر صراحة راح عمل لي وورنينج كده يعني تحذير. فالتحذير ده اللي حصل اتحط على الباسبور بتاعي على السيستم. انا كنت عمري ما وقفت في مطار خالص، اصبحت كل مرة ادخل فيها امريكا قبل ما يبقى عندي باسبور امريكاني يعني، كل مرة ادخل بقى امريكا يوقفني الضابط ويقول لي تعالى، وانا بديله الباسبور طبعا. فيبص فيه يلاقي السيستم ريد لاين كده، او يلاقي مثلا مارك كده على السيستم عنده، فيروح نادي على ضابط تاني وياخدني يوديني غرفة تانية. فاروح على غرفة تانية الاقي ضباط تاني قاعدين ياخدوا الباسبور ويبصوا فيه ويسألوني سؤالين: وجيت امتى، ومروح امتى، وعامل ايه، وخلاص وامشي. فكانت اما اصبح عندي مشكلة كبيرة، لما بيحصل لك مشكلة في المطار، المشكلة دي بتتصعد وتحط على السيستم، ويبقى بعد كده المشكلة بتكبر، مش بيسيبوها كده. وكمان ما بيكتبوش ايه نوع المشكله حتى، او مش واضح ايه نوع المشكله. لاني سالت الضابط قلت له بعد ما خدت الباسبور منه، قال لي ويلكم ثانك يو سو ماتش مش عارف ايه باي باي. فقلت له يعني انا نفسي اعرف حاجه، انا يعني انا حاسس ان انا ويرد، انا حاسس ان انا في مشكله معايا، انا عملت حاجه غلط؟ انت ليه جيت هنا؟ كل اللي كانوا معايا مشيوا من قدام الضابط وانت بعتوني هنا. قال لي السيستم عندي مش قدامك اي معلومه تقول ان انت عندك حاجه مخالفه فيها، لكن دي كلها احتياطات امنيه، وما قاليش اي معلومه. كمان بيحصل لك نفس اللي بيحصل ده لو انت عندك حاجه اسمها كيس نمبر في السفاره. يعني السفاره الامريكيه الاغلبيه العظمى اللي بيروح للسفاره ويكون عنده تشابه في اسماء او اي مشاكل معينه، بيوقفوه في المطار في امريكا هنا وبيسالوه اسئله ليها علاقه بالامن القومي او حاجه كده. احساسي اول مره جيت في امريكا، جيت امريكا وحاسس ان انا يعني في اكبر دول العالم، وحاسس ان انا يعني هكسر الدنيا. وده طبعا كان احساس يعني طبعا متخيل
ان انا جاي اكبر دول العالم هلاقي الفلوس في الشارع والشغل متوفر. طبعا في شغل الحمد لله، لكن وطبعا البيض والشقر والحاجات ده واللي بنشوفه في التلفزيون طلعوا على عكس كده تمام، خاصة الولايات مختلفة عن بعضها. يعني انا مثلا كنت بشوف ال... طبعا اي واحد كده بيبقى شايف امريكا من وجهة نظره، بنات ولاد شباب بيض سود كده يعني. طبعا هي ما بتكلمش مالهاش علاقه بالعنصريه، لكن انا بتكلم عن اللي كنت دايما اشوفه من وجهه نظري ايه في التلفزيون. فلما جيت لقيت الولايه اللي انا جاي فيها غير حساباتي خالص كبيئه. ولقيت طبعا غرقان زياده عن اللزوم، مش عارف حتى اخرج من المطار ازاي. طبعا يوم خدوني من المطار، رحت على الشغل، إيه السكن بتاعك اهو، واتوبيس اللي هيجي لك من هنا ياخدك من هنا، وشغلك في المكان الفلاني. تاني يوم خدوني بالعربيه ودوني على الشغل بتاعي. رحت الشغل بتاعي، دخلت الاوتيل، دخلت الاتش ار، عملت التريننج، بدأنا نتكلم ايه البلانز ايه everything. الحاجات كل اللي هي مطلوبه مني اتعملت. اصبحت ان انا عايز اعملها براكتس كل يوم بقى، تمرين كل يوم. اركب من هنا اروح هنا اركب. اصبحت اول سنه بالنسبه لي هنا جاي في امريكا بقت اركب من الاتوبيس من هنا اروح الشغل، من الشغل على البيت، على الشغل على البيت، على البيت على الشغل كده يعني. ما بعملش اكتر من كده. كبيري قوي اشتري بسكليت اركبها او عجله اركبها اروح بقى الشغل. لو انا يعني اعمل بقى رياضه. كبيري قوي اروح مثلا السوبر ماركت اللي على الشارع. لكن ما كانش فيه رفاهيه، ما كانش مش عارف. اكتر حاجة ساعدتني اتكلم فيها انجليزي افضل التمرين مع ناس. يعني دايما لما بصوا برضه هنا في حتة الناس برضه مش فاهماها. الفزلكة حلوة بالبلدي كده. الفزلكة في الانجليش ممتازة. تتكلم تفزلك، قلد اللي بيقولوه. لو بتتفرج على فيلم قلد اللي بيقولوه في الفيلم، قلد الطريقة. كورسات، واصبر على نفسك. لانك انت ناس كتير قوي بتاخد كورسات انجليزي وبتيجي في النص ايه، في اول اسبوع ولا حاجه تحس ان الدنيا صعبه عليهم. لمجرد انك تبدا بس تمسك طرف الخيط وتكون جمله وتبدا تتكلم خلاص. ولما بتيجي هنا امريكا مش هقولك 100% لازم تكون بتتكلم انجليزي، بس على الاقل تكون بتتعامل مع الناس، لان في اسبان وفي هنود كتير قوي ما بيتكلموش انجليزي خالص. بس في اللي بيساعدهم لانهم اغلبيه السكن هنا او اغلبيه الناس اللي عايشه هنا يعني من الجاليات مختلفه كتير قوي. من ضمنهم الجاليه اللي هي بتاعت جنوب امريكا، يعني بيتكلموا اسباني كتير. فبالتالي مش محتاجين الانجليزي قوي، فعشان كده ما بتطوروش. لكن المعامله كتير، بتشتغل في بتساكن مع ناس بتتكلم انجليزي، شغلك مع ناس بتتكلم انجليزي، بتروح تاخد كورسات الدنيا تمشي. وفي فيديو قبل ده هحط لكم في البايو او هحط لكم في الكومنت بيتكلم فيه ازاي تتعلم انجليزي. وكمان الفيديو اللي قبل ده برضو عن تعليم الانجليزي، وكمان ازاي تاخد كورسات وازاي تروح معهد وازاي تشترك ببلاش. حاجات ببلاش، $20 $10 باخد كورس كامل انجليزي وتحضر كلاس كبير. فلا الموضوع الانجليزي ده مش موضوع صعب يعني، ممكن يحصل بكتير، بس تلاقي لك وقت عشان تقدر تروح وتيجي. والله بص، لو انت جاي من مصر او من اي دولة تانية وهتيجي على امريكا، افضل حاجة تعملها طبعا في ادوية بتبقى هنا في امريكا كلها على الرفوف. الادوية دي مسموح بيها. في ادوية في مصر عندنا ممنوع انك تخش امريكا، او مش ممنوع، لازم يكون فيها معاك زي المضادات الحيوية والحاجات دي. انا بنصح الناس اللي هتيجي من اي دولة تانية ان هي تجيب بحلق بكمية محدودة، يعني زي مثلا شريط مضاد حيوي معاه، شريط مش عارف للمغصة، حاجة للإسهال، حاجة للمعدة، حاجة مش عارف ايه للصداع. ليه أقول كده ليه؟ تغيير الجو. أنا عايش في جو فيه رطوبة عالية، فيه درجة حرارة عالية، درجة حرارة منخفضة، برد هناك كده. لما بتيجي هنا أمريكا الجو مختلف، في بكتيريا مختلفة عن يعني الجسم بيتعود على بكتيريا معينة في جوك هناك، ولما تيجي هنا جسمك بيتعود على بكتيريا مختلفة. فبالتالي على طول لازم هتعي. ميه مختلفة كمان هتعيا، اكل مختلف هتعيا. فبالتالي محتاج الدواء اللي جسمك متعود يخف عليه. فبالتالي انت محتاج حاجات زي كده، خد معاك حاجة زي كده يعني، ومش بكميات عشان ما تتعرضش للمساءلة القانونية في المطار ويبقى ممنوع وتبقى فيها مشكلة بالنسبة لك. انا بشكر الناس جدا على المشاهدة وبشكرهم جدا على المتابعة.
يا ريت الناس تدعمنا اكتر بسبسكرايب وشير وكومنت لو انت تحب تتابع اكتر او تعرف معلومات اكتر. الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه ايه اللي ممكن يحصل لك داخل السفارة. انا كنت عامل فيديو قبل كده، هسيبه لك برضو في اول كومنت، وبرضو ممكن تخش عليه تاخد فكرة، لكن هنتكلم عليه بشكل تفصيلي اكتر. ايه اللي ممكن تحصل لك داخل السفارة، والورق اللي بتاخده معاك، وايه الحاجات الاسئلة اللي ممكن تتسأل لك. سلام.